يبدأ المنتخب الجزائري طريقه في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الصومال اليوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر 2023 برسم الجولة الأولى من مرحلة تصفيات المونديال على أرضية ملعب نيلسون مانديلا. وستتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسعة إلى منافسات كأس العالم مباشرة، بعدما ارتفع عدد مقاعد إفريقيا إلى 9 مقاعد. ويتواجد منتخبي الجزائر والصومال في المجموعة السابعة بجانب كل من بوتسوانا وموزمبيق وغينيا. هذا وستنطلق مباراة الجزائر ضد الصومال بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر. ومن المتوقع أن يدخل الخضر هذا اللقاء بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أنطوني ماندريا. في خط الدفاع عيسى ماندي، كيفان كيتون، ريان أيت نوري، زين الدين بلعوبين. في وسط الملعب أدم زرقان، فارس شعيبي، حسام عوار. وفي خط الهجوم رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني. ومن المقرر أن تذاع مواجهة الجزائر أمام الصومال عبر قناة SSC إكسترا، وذلك بعدما أعلنت قنوات SSC حصولها على حقوق نقل بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا. ويفترض أن مباراة الجزائر والصومال إحدى المواجهات المنقولة عبر القناة السعودية. وتقرر تعيين عبد الله الغامدي لتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة الجزائر مع الصومال.